يا مساء الفل عليكم وعلى كل الساده المشاهدين متابعينا في كل مكان. يا رب النهارده نكون كلنا بخير وصحه وسعاده. النهارده الحلقه بتاعتنا عباره عن ايه؟ هنعمل النهارده مع بعض شويه حلويات. مش هنعمل خلاص بقى احنا زينا من الطبيخ، قلنا النهارده ان احنا نجدد ونخلي النهارده حلويات فقط. هنعمل ايه النهارده مع بعض؟ اول سفره بتاعتنا هتكون عباره عن ايه؟ هنعمل النهارده اول حاجه عندي يعتبر قبل ما اقول الاصناف بتاعتي، بطل حلقتنا النهارده هو الشوفان. شفنا الحلقه اللي فاتت عملنا شوربه من الشوفان وعملناه بطريقه سهله وبسيطه واتكلمنا على القيمه الغذائيه بتاعته. جانا على الصفحه بتاعتنا يا ريت ان احنا نعمل حلويات بالشوفان، فهنعمل النهارده 3 اصناف من الشوفان. هنعمل اول حاجه عندي كيكه الشوفان، وهنعمل كمان كوكيز بالشوفان. واحنا عملنا كوكيز بكذا شكل قبل كده، بس اول مره نعمله النهارده بالشوفان. وهنعمل كمان النهارده فطيره الموز المشبعه، هنعملها برضو بالشوفان. تنفع دايت حد حابب ان هو يخسس. النهارده الوصفات بتاعتنا يعتبر بنسبه 80% ينفع ان هي تكون تخسيس. وزي ما احنا قلنا هنعمل النهارده ايه؟ هنعمل النهارده كيكه، هنعمل كمان كوكيز، بجانب عندنا اخر حاجه فطيره او البان كيك شوفان. ده المقادير، ده المنيو. نبتدي ان احنا نشوف المقادير. اول حاجه حابب ابدا بالكيكه، وبعد كده نخش في كوكيز، ونخلي اخر حاجه كده نتسلى بالبان كيك. المقادير بتاعت كيكه الشوفان عباره عن ايه؟ انا عندي يعتبر 3 بيضات، عندي كوبايه الا ربع من العسل الابيض، عندي 100 جرام من الزبادي، عندي كمان نص كوبايه من الزيت الذره، او نقدر ان احنا نقول كوبايه الا ربع ونص كوبايه زي ما احنا محبين. عندي دقيق ناعم، وعندي كمان دقيق الشوفان. يبقى زي ما احنا مش شايفين على الشاشه، عندي كوبايه شوفان ناعم، وعندي كمان خشن. يعتبر الاتنين واحد، بس انا خدت قسمتهم نصين، ضربت واحد في الكبه خليت واحد خشن وواحد ناعم. عندي 100 جرام من الزبادي، ممكن نستغنى عن الزبادي وبديله لبن. انا حابب الزبادي، هيدي تيست جميل جدا وفي نفس الوقت هتكون هشه وحلوه. عندي كمان زي ما احنا مش شايفين كوبايه الا ربع من العسل الابيض. مش حابب ان انا ادخل سكر عشان زي ما قلت لكم تنفع دايت، واحنا عارفين طبعا العسل ممكن يدخل مع الدايت. بجانب 3 بيضات، عندي رشه ملح، عندي فانيليا، عندي بيكنج باودر. ديت المقادير بتاعتنا. هنعمل ايه اول حاجه؟ عندي بوله بلاستيك، عندي زي ما احنا ما عايزين، عندي ستيل، المتوفر عندي اقدر اشتغل بيه. حابب في البدايه اجيب عندي القالب اللي انا هشتغل فيه، ابتدي بس اعمل حاجه بسيطه. اعمل ايه؟ الزبده بتاعتي ابتدي ان انا اعملها بالشكل ده على اساس ان هي ما تلزقش معايا كده. تمام. ناو. طب ايه رايكم نطلع فاصل ونرجع من الفاصل نكمل مع بعض بقيه وصفاتنا؟ هنعمل ايه دلوقتي مع بعض؟ عندي المقادير زي ما احنا ما قلناها. اول حاجه ابتدي اكسر البيض. طبعا الكيكه سهله وبسيطه، مش هتاخد مننا وقت، وعايز اقول لكم جميله جدا. البيض بننزل بيه، بنضرب كده ضربه سريعه. بص هنبتدي ننزل كل الحاجات السائله مع بعض، المواد اللي كلها. عندي الزيت، عندي الزبادي، عندي كمان الفانيليا، بجانب العسل. زي ما قلت لكم انا حبيت ان انا استغنى عن السكر على اساس شويه العسل الصغيرين دولت هينفعوا ان انا اخلي الوصفه تكون دايت. نضرب ضربه كده كويسه. اهم حاجه ان احنا نضرب كويس. كل ما نضرب كويس هنخدم على العجينه بتاعه الكيك نفسها. كده تمام زي الفل. هنعمل ايه دلوقتي؟ تدريجيا هبتدي انزل بدقيق الشوفان الخشن، انزل بالكميه كلها. وعندي المعلقه بتاعه البيكنج باودر، ابتدي اللي انا انزلها على دقيق الشوفان الناعم. وبعد كده تدريجيا نبتدي نقلب. لو احتاجنا طبعا كل
نوع دقيق بيكون مختلف. عندي حتى الشوفان لما نيجي اللي احنا نجيبه في كذا عبوه موجوده في السوق او في السوبر ماركت، كذا شركه مع بعض زي ما قلت لكم. فاحنا ممكن نبتدي اللي احنا نزود شويه او ممكن نقلل شويه من الدقيق. عندي دقيق الشوفان نبتدي نحط معلقه البيكنج باودر عليه بالشكل ده وندي تقليبه كده تمام. مش هننزل بالكميه كلها زي ما قلت لكم، هنشوف احنا هنحتاج قد ايه واحده واحده واحنا مع بعض. ندي كده تقليبه. لو احتاجنا لازم يكون عندنا شويه دقيق جنبنا، نقدر اللي احنا لو محتاجين شويه نقدر اللي احنا نزود. والفكره اللي احنا بننزل واحده واحده ليه؟ لان هي لو تقلت مننا هيكون علاجها بيكون صعب. هبتدي ان انا ازود بيض، فعشان ازود بيض هتبتدي ان هي ترفع معايا، او ازود زيت مش هتطلع مظبوطه. فاحسن ان انا اخلي الكميه بتاعتي بسيطه وابتدي ازود زي ما انا هعمل دلوقتي. لو العجينه لسه محتاجه شويه اقدر ان انا احط مثلا معلقه، نشتغل معلقه معلقه زي ما احنا ما عايزين لحد ما يكون القوام بتاعه زي ما هوريكم، وان شاء الله تطلع معانا زي ما احنا ما عايزين. كده القوام بتاعها زي ما انا عايز بالظبط. شايفين يا جماعه عامله ازاي؟ ده القوام اللي انا محتاجه. ممكن ندي بس معلقه صغيره وكده شكرا للتحيه. كده تمام. عندي القالب اللي انا هشتغل بيه بما اني كده كده بالشوفان، فنبتدي ان احنا نحط كده على الزبده حاجه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، هيدينا شكل جميل لما نيجي نقلب القالب بتاعنا. كده تمام زي الفل، مش محتاجين حاجه تاني. نبتدي ننزل بقى الخليط بتاعنا. كده تمام. كل اللي انا هعمله درجة حرارة 120 بالظبط، هتاخد 30 دقيقة ونطلعها ونشوف احلى كيكة الشوفان هتكون شكلها عامل ازاي. عندنا صنف تاني جميل جدا هنعمله مع بعض. عندي ايه هنعمل دلوقتي او هنبدأ الوصفة اللي بعد كده ايه؟ عندي كوكيز الشوفان. عملناها قبل كده اللي هي كوكيز عادي من غير اي مكونات تدخل معاها، وعملناها بالشوكولاته الدارك، عملناها بحاجات كتير جدا بالشوكليت شيبس، بكذا حاجه عملناها. النهارده اللي احنا زي ما قلت لكم بطل الحلقه بتاعتنا هو الشوفان، نقدر اللي احنا نتكلم عليه كمان باستفاضه واحنا شغالين. زي ما قلت لكم في الحلقه اللي فاتت لو انا حابب اعمل دايت اقدر ان انا الشوفان ادخله في الوجبات بتاعتي اساسيه، وفي نفس الوقت مفيد جدا للجسم. لو انا دخلت كل يوم معلقه نقدر ندخل وجبه من الشوفان. لو انا حبيت اعمل البانكيك قطعه واحده بس بالنسبه لي، ايه الفايده بتاعت الشوفان بالنسبه لي؟ طبعا في مجموعه من الفيتامينات بتقدر بتمد الجسم على مدار اليوم ب نقدر نقول الطاقه، وفي نفس الوقت الشوفان نفسه مشبع بالنسبه لي. حبيت ان انا اخس، وجبه واحده اقدر ادخلها اذا كان شوربه او قطعه من البانكيك او قطعه من الكيكه، بالنسبه لي هيخليني فتره طويله من غير ما اكل. لو انا حبيت ان انا ازود الوزن شويه، الشوفان هيقدر يزود الوزن زي ما بيخسس برضه بيمشي في حته الزياده بتاعه الوزن. نفس الوصفه اللي احنا هنعملها النهارده، بس ببتدي ان انا ازود الكميه بتاعه اللبن، اقدر ازود الكميه بتاعه العسل او السكر بجانب الموز. احنا عارفين الموز مع الشوفان نقدر ان احنا نزود الوزن او نقدر ان احنا ننزل الوزن شويه. المقادير بتاعته عباره عن ايه؟ الكوكيز اللي احنا نشتغله النهارده، انا عندي المقادير بتاعتي، عندي فانيليا، عندي بيكنج باودر، عندي زبيب، عندي كمان نقدر نقول كوبايه من سكر البودر، عندي كوبايه ونص من الدقيق الشوفان، الدقيق اللي هو الابيض، وعندي 3 كوبايات من دقيق الشوفان، بجانب عندي بيضتين، وعندي 200 جرام من الزبده بدرجه حراره الغرفه. ده كوكيز الرايس. يبقى المقادير زي ما احنا مش شايفين على الشاشه، عندي 200 جرام من الزبده، عندي كمان كوبايه من سكر البودر، عندي بيضتين،
عندي فانيليا، عندي بيكنج باودر، عندي كوبايه دقيق ابيض، عندي كمان كوبايتين او 3 كوبايات من دقيق الشوفان بجانب الزبيب. ديت المقادير بتاعتنا. هنعمل ايه اول حاجه؟ عندي الزبده بدرجه حراره الغرفه. يعني ايه درجه حراره الغرفه؟ عايز بس الكاميرا تجيلي كده. بصوا يا جماعه، الزبده حد يجي يقول لي طب درجه حراره الغرفه نخليها تسيح، لو ساحت مش هيبقى كوكيز معايا. ايه السبب؟ اللي انا محتاج الزبده درجه حراره الغرفه لما ادوس عليها بتتفعص بالشكل ده. شايفين ده كده درجه حراره الغرفه. طب لو هي بقت سايله معايا مش هقدر اعمل الحركه اللي انا هعملها ديت في الوقت الحالي. اللي هي ايه دلوقتي؟ انا عندي الزبده ديت اول مرحله بجانب السكر البودر. نبتدي ننزل بالسكر مع الزبده. لو انا حبيت اقلل الكميه بتاعه السكر شويه، لو انا حابب الكوكيز ده يكون هو كمان دايت، اقدر اقلل الكميه شويه. كل اللي احنا هنعمله هنبتدي ان احنا نضربه مع بعض. اهم حاجه لازم السكر مع الزبده يكونوا متجانسين مع بعض بالشكل ده. انا قلب لكم الكاميرا على اساس تبقوا شايفين. او لما يكون كريمي، انا بالنسبه لي ديت اول خطوه كده هيكون مظبوط، او الخطوه ديت تكون ناجحه معايا. زي ما قلت لكم لو الزبده هتكون سايحه بالنسبه لي مش هقدر اعمل الحركه اللي انا بعملها ديت. حد يقول لي طيب احنا ممكن نشتغل بالسكر العادي مكان السكر البودر؟ لازم سكر بودر. كل اللي انا هعمله دلوقتي عندي البيتين هنبتدي ان احنا نكسرهم بالشكل ده، وعندي كمان رشه الفانيليا ابتدي انزل بيها دلوقتي، ونكمل ضرب. هي بالظبط حوالي دقيقتين. عندي الزبيب اقدر انزل بيه في الوقت الحالي. عندي كمان الدقيق الابيض بتاعي ابتدي انزل بيه الكميه كلها، ونضرب ضربه، وبعد كده واحده واحده ننزل الدقيق الشوفان مع البيكنج باودر. طبعا انا هضرب نص ضربه هنا، وبعد كده ابتدي اكمل بايديا بقيه الخليط بتاعي. كده خلاص المضرب مش محتاجه في حاجه. عايز ابص بس سريعا على الفرن. لسه قدامه شويه. عندي الدقيق ابتدي انزل بالكميه بتاعه البيكنج باودر، ونضرب ضربه صغيره كده بايدينا قبل ما انزل الكميه بتاعه دقيق الشوفان. كده تمام. شايفين يا جماعه؟ انا عايز اوريكم بس العجينه لسه عجين يعتبر بيلزق في ايديا. تمام. ناخد بقى دقيق الشوفان بالشكل ده ونبتدي نضرب زي ما احنا. اول لما نلاقي العجينه بقت متماسكه معايا او بالشكل اللي انا هوريه لكم، نبتدي اللي احنا خلاص نشكله زي ما احنا عايزين بايدينا. طبعا مش هينفع ان انا اضرب ده بالمضرب بتاع البيض او بتاع الكريمه. لو عندي ممكن مضرب بتاع عجين في البيت اقدر ان انا
اعمل الكوكيز في المضرب بتاع العجين، حبيت ان انا اشتغل يدوي بايديا. انا احب ان انا اشتغل بايديا عشان ملمس العجين نفسه وانا اقول كده ستوب، ده اللي انا محتاجه. طبعا هحط في ايديا شويه زيت صغيرين ونبتدي نشكل زي ما احنا ما عايزين. بصوا يا جماعه العجينه، انا محتاج بس سنه صغيره تاني من الدقيق، حاجه بسيطه. كده تمام زي الفل. هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب الصينيه وعندي ورق الزبده، وعندي زياده تاكيد بس ورق الزبده اللي انا هضيفه هنا. عندي شويه زيت صغيرين، انا عارف اللي ما بيلزقش عليه بس انا بحب احط شويه زيت على ورق الزبده. طبعا احنا عارفين ورق الزبده ده عشان اي نوع من انواع المعجنات ما تلزقش، بس زي ما قلت لكم انا متعود شويه الزيت دول بيريحوني لما اجي اشتغل كده. كنت منزل الكيكه تحت، ابتديت ان انا ارفعها عشان الفرن عندنا عالي شويه. عندي شويه زيت في ايديا بالشكل ده، ونبتدي نشكل الكوكيز زي ما احنا ما عايزين. انا بالنسبه لي كده العجينه بقت تمام زي الفل، اقدر اشكلها بالشكل اللي انا عايزه. طبعا هعملها ازاي؟ اقدر ان انا اعملها كده وادوس عليها بالشكل ده. زي ما قلت لكم نقدر نعمل من شويه الدقيق اللي احنا شفناهم كميه عايز اقول لكم محترمه. كده تمام. طبعا ما نزودش البيكنج باودر على اساس ان هو في الصينيه ما ياخدش مساحه كبيره ويكون عامل زي القرص بتاع الكيك اللي احنا زي القرص بتاع الكحك. ده الحجم كده مناسب جدا. لو احنا حبينا ان احنا ناخده كده بالمعلقه وننزله بطريقه عشوائيه، نقدر نشتغل ده ونقدر نشتغل ده. عايز اقول لكم شويه دول بجد يعملوا لنا شويه محترمين كده. عندي شويه قهوه شويه شاي اقدر اقدم جنبه احلى كوكيز. طبعا يا جماعه لو خد الشقه كده ابتدى يشقق من فوق، عايز اقول لكم هيكون شكله بجد تحفه. كده تمام. نعمل طبعا الكميه كلها، وانا حابب ان القطع اعملها صغيره كده عشان هيبتدي ان هو ياخد الحجم بتاعه في الفرن. دلوقتي طب ايه رايكم؟ ماشي نطلع فاصل يا جماعه ونرجع من الفاصل نكمل مع بعض. اكون انا خلصت بقيه الرص بتاعي. انا بالنسبه لي ده الشكل النهائي بتاعه. نبتدي ندخله الفرن ونكمل بقيه دوت ونشوف الكميه الجميله اللي احنا عملناها. نكمل دولت وبعد كده نخش اخر حاجه على البانكيك عشان اوريكم ان الكميه الصغيره بتاعت الدقيق عملت لنا قد ايه من الشوفان. زي ما قلت لكم احنا ممكن نعمله مدور كده، ممكن ناخدها كده بالمعلقه بطريقه عشوائيه الشكل اللي احنا حابينه، بس اهم حاجه يكون
كله مقاس واحد يكونوا قد بعض. كده تمام. واحنا شغالين كده يا ريس، لو تنزل لنا بمقادير البانكيك على اساس ان احنا ندخل ده الفرن ونخش على الوصفه الاخيره، وبعد كده نبتدي ان احنا نقدم الحاجه بتاعتنا ونشرح ونشوف عملنا مع بعض ايه. المقادير بتاعت البانكيك عباره عن ايه؟ انا عندي نقدر نقول زي ما احنا مش شايفين على الشاشه، عندي كوبايه من دي الشوفان الناعم. طبعا هو الشوفان عادي واحنا ضاربينه في الكبه. بجانب عندي ايه؟ عندي كمان موزتين، عندي بيضتين، عندي كمان نقول 3 معالق من اللبن ومهمين جدا، عندي كمان رشة ملح مع فانيليا وبيكنج باودر. ديت المقادير بتاعت احلى بانكيك بالموز هنعمله مع بعض. كده تمام زي الفل. شايفين يا جماعة؟ يعتبر 4 كوبايات من الدقيق اللي هو كيلو الا ربع، يعمل لنا كمية بجد محترمة. 3 قطع مع كوباية الشاي او القهوة يعتبر كفاية ومناسبة جدا. 3 قطع مناسبة يا استاذ وليد ولا ايه؟ ولا احنا بتوع الصواني؟ تمام زي الفل. اخر حتة كده تحت. انا هقول الكلام ده اللي انت قلته. كده تمام يا جماعة زي الفل. طيب بالظبط 4 دقايق ونطلع الكيكة بتاعتنا، نبتدي نشوف بقى احلى بان كيك هنعمله مع بعض ازاي. ناخد درجة الحرارة الاول بتاعت الطاسة اللي احنا هنشتغل بيها، وبعد كده نبتدي اللي احنا نظبط الدنيا. اهم حاجة ننضف بس كده اللي احنا عملناه، ونجيب كل المكونات ديت هنا. بصوا يا جماعة هنعمل ايه دلوقتي. عندي بولة بالشكل ده، ان انا هحتاج بولة اكبر منها فعلا. عندي طبق البايركس. ابتدي ان انا اجيب الموز، واهم حاجة لازم الموز يكون طري معايا. ابتدي اشوف اكتر موز طري بالنسبة لي فين، وابتدي ان انا اجيبه هنا في البولة، وابتدي ان انا افعصه بالشوكة. احلى بانكيك زي ما قلت لكم هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة. نبتدي نعمل كده بايدينا. حد يقول عايز اضرب بالكبة، احنا اتعلمناها كده وبنعملها كده، بس اهم حاجة زي ما قلت لكم الموز يكون طري. ده اطرى حاجة انا شفته. لو كان اللي هو بيكون فيه عسل كتير ده بيكون افضل في الوصفة اللي احنا هنعملها ديت. شايفين يا جماعة؟ انا اهم حاجة الموز ما يكونش فيه الحبوب اللي احنا شايفينها ديت. نبتدي اللي احنا نعمل كده. كده تمام زي الفل. المرحلة بعد كده ايه؟ عندي البيضتين، نكسر البيض عليهم، وعندي رشة الفانيليا عشان الزفارة بتاعة البيض، ونقلب كل ده كده مع بعض. مش ضايف سكر، مش حاطط حاجة، انا بعتبرها ان هي دايت. تمام. عندي دي الشوفان، انزل كده جزء، والجزء ده انزل بالبيكنج باودر عليه، على اساس ان احنا نضربه مع بعض قبل ما ننزله بالشكل ده. وننزل بقى بالكمية دي كلها مرة واحدة، ونبتدي نضرب بايدينا. واقول لكم فايدة اللبن ايه.
كده تمام. كل ما نبتدي اللي احنا نحتاج دقيق ننزل بيه واحده واحده، مش مستعجلين عليه. حد يقول لي طب انا بخلي العجين اللي انا بعمله ده يريح؟ لا، مش بنريحه، احنا بنضربه وبنشتغل على طول. شايفين؟ محتاج تاني بقية الدقيق، ننزل بشوية تاني. لو لقينا العجينة شوية ماسكة نفسها نبدأ أو محتاجة شوية دقيق، حاجة كده بسيطة لازم تكون جنبنا، ونبتدي إن احنا نقلب بالشكل ده. عندي اللبن مهم جدا، ده اللي هيظبط لي العجينة ويخلي لي العجينة بتاعتي جميلة. محتاجين لبن تاني كده تمام. ننزل بالكمية كلها، يبقى هي 3 معالق من اللبن زي ما قلت لكم. كده تمام، جاهزة معايا اللي انا اشتغل على طول. ابتدي اللي انا ده مش محتاجه اخليه على جنب، محتاج ده ومحتاج السكينة عشان نعمل برزنتيشن بتاعنا. كل اللي انا محتاجه معلقة كبيرة اللي انا هشتغل بيها، بس عايز اروح ابص على الفرن. بالظبط كوكيز دقيقتين 3، وعندي كمان احلى كيكايه بالظبط 3 دقايق وتكون جاهزه. عندي الفرشه بتاعتي، ابتدي ان انا اخد حاجه بسيطه كده من الزبده، مش محتاج زبده كتير. وبعد كده هشوف الطبق اللي انا اقدم عليه احلى بانكيك. ده اللي هطلع عليه العجين، وده اللي هعمل عليه البانكيك. زي ما قلت لكم العجينه زي ما احنا مش شايفين هي كده مناسبه جدا. لو انا حبيت ان انا اضيف عليها سنه من اللبن ممكن اضيف عليها كمان سنه من اللبن لو انا حبيتها تكون اطرى من كده شويه. طبعا لازم درجه الحراره تكون عندي عاليه. عندي الموز ابتدي ان انا اقطعه عشان اكسب وقت. ونبتدي اللي احنا هنشوف هنعمله ازاي. كده تمام. ابتدي انزل بقى عندي بالشكل ده، واحاول انا اظبطها كده بايديا. عشان العجين يتظبط احسن نزود بس كده سنة لبن. كل ما يكون العجينة حلوة معانا كل ما يكون الشكل هيكون مناسب وهيكون حلو قوي. زي ما قلت لكم الدقيق ممكن ان هو يشرب كمية من السوائل، فنحتاج ان احنا نخفه شوية عشان يطلع معانا مظبوط. اوريكم دلوقتي بالمعلقة لما نيجي ان احنا نقلبه هيكون شكله عامل ازاي. بصوا يا جماعة انا عايزه بالشكل ده كده، ده كده مناسب معانا جدا. نخلي طبعا لحد ما ياخد درجة الحرارة بتاعته وبعد كده نقلبه. نبص على الكوكيز، نطلع ده وندخل ده مكانه.
شايفين يا جماعه الكوكيز شكله عامل ازاي؟ نخليه يبرد وبعد كده نبتدي اللي احنا نقدمه. زي ما قلت لكم انا باخد درجه الحراره بتاعته. انا بالنسبه لي الموز كل اللي انا هعمله اللي انا هضيف واحده من البانكيك وبعد كده احط عندي الموز وبعد كده اضيف واحده، نبتدي اللي احنا نزودهم في بعض. دايت يبقى انا هخليه زي ما هو كده. لو انا حبيت ان انا اطلع بره الدايت عشان استاذ وليد ما ياكلش منه بعد الحلقه، عندي اي نوع من انواع السيرب شوكليت او فراوله نبتدي اللي احنا نزود عليه زي ما احنا عايزين. انا بالنسبه لي دي كده تمام. اوريكم بس لما نقلبها على وشها محتاج حاجه اقدر اقلب بيها. شايفين يا جماعه شكلها ولونها عامل ازاي؟ ندي بس كده سنه زبده عشان انا حاسس ان الطاسه نفسها شويه ناشفه. عندي الكوكيز بتاعي ابتدي ان انا حلو قوي يا ريس. كنت طلعنا كيكه وقطعناها وكلناها ورصينا كوكيز كمان. احلى كوكيز يا جماعه. عايز اقول لكم ريحته بجد جميله جدا. ده كده تمام زي الفل. نبتدي نعمل كده، نزود سنة من الزبدة حاجة بسيطة بالشكل ده، والعجينة بتاعتنا ننزل عليها كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وابتدي ان انا الفها. انا عايز الحجم المرة دي يكون كبير شوية. عندي الموز، ابتدي احط الموز وبعد كده نبتدي اللي احنا نعمله درجات فوق بعض. عايز ابص على الكيكة. طلعت وزي الفل. عايزين بس نجيب طبق عشان نقلبها. احلى كيكه الشوفان بالشكل اللي احنا شايفينه ده. عندي هنا كده تمام. نبتدي اللي احنا نقلب بالشكل ده كده. اللي يطلع على طول نبتدي اللي احنا نرص زي ما قلت لكم، وندي كمان عليه سيرب. زي ما قلت لكم احنا ممكن نشتغلها دايت وممكن نشتغلها عادي. بما ان انا هناكلها ومش عايزها دايت ممكن اضيف كده شويه بالشكل ده. وعندي ديت كده هنا خلاص زي الفل. ابتدي اللي انا اضيف ده وانزل بسنه من الزبده. اقلل النار بما ان كده كده خلاص ان هي ابتدت تاخد درجه الحراره اللي انا عايزها. ونبتدي ننزل كده بشويه حلوين. وعندي الموز وعندي هنا شويه السيرب. زي ما قلت لكم نبتدي اللي احنا نعملها طبقات فوق بعض. عايز ابص على الكوكيز اشوف بقيه الكوكيز وصل لحد فين. 3 دقايق بالظبط ونقدر اللي احنا نقدمه. عندي الطبق ده ممكن اقدم فيه كوكيز اللي هيطلع.
وعندي ده خلاص خد درجة الحرارة. زي ما قلت لكم هنعمل النهارده اليوم بتاعنا كان عبارة عن شوفان، كيكة الشوفان بجانب عندي كوكيز بالشوفان، وعندي بانكيك بالشوفان. عملنا قبل كده بانكيك اللي هي بالطريقة العادية أو التقليدية اللي احنا متعودين عليها، فقلنا اللي احنا النهاردة نجدد شوية فعملناها النهاردة بالشوفان بالشكل ده. نبتدي ناخد سنة من الزبدة وننزل العجين بتاعنا. طبعا محتاج طبعا يتخف شوية، بس أنا شايفه إن هو كده تمام ومناسب. كم؟ طب حلو كده تمام. ناخد شوية من هنا، وعايز اطلع بقى بقية الكوكيز. هو كده خلاص خد اللون. نرصه سريعا واحنا شغالين كده. شايفين يا جماعة شكله عامل ازاي؟ بجد مفيش احلى ولا اجمل من كده. نكمل بقية ده. ونشيل ده عشان نوسع للسفرة بتاعتنا. نقلب ديت وممكن نقدمه على طول يكون اخر حاجة معانا. ابتدي اشيل كل ده. ديت اخر واحدة كده خلاص. شايفين يا جماعة الشكل عامل ازاي؟ كل اللي انا هعمله دلوقتي اللي انا اضيف الموز كده من تحت عشان وقت البرنامج كده خلاص. واخر حاجة السيرب بتاعنا من فوق، نبتدي اللي احنا نضيف عليه بالشكل ده. احلى بان كيك عملناه بالشوفان.